اتكلمت عن فيلمين من افلام العيد وهم ولاد رزق واهل الكهف، والنهارده هنتكلم عن باقي افلام العيد وهم فيلمين، فيلم عصابة الماكس وفيلم اللعب مع العيال. والفيلم ده باختصار بيتكلم عن المكسيكي، والمكسيكي هنا ملوش علاقه بالمكسيكي اللي كان في فيلم كازابلانكا بتاع امير كرارة. المهم ان المكسيكي ده راجل بيعمل عمليات لرجال الاعمال التقال في البلد. المهم انه بيجي له عمليه معينه انه يهرب حاجه بره مصر، بس مش هيعرف يعمل العمليه دي لوحده ولازم يستعين بناس تانية، فبيجمع عصابه او بيجمع عيله عشان يعرف يعمل العمليه دي. هل هينجح فيها ولا لا؟ والفيلم ده من بطوله احمد فهمي وروبي ولبلبه وأسقس وحاتم صلاح وغيرهم، وضيوف الشرف كانوا كتير جدا في الفيلم ده. والاداء التمثيلي في الفيلم ده ما اقدرش اقول انه كان خطير، لا كان بالنسبه لي عادي جدا باستثناء حاتم صلاح اللي عجبني جدا في الفيلم ده. لا الراجل ده فعلا بيعمل ادوار كويسه. بالنسبه لي حاتم صلاح واحد من اهم عوامل الكوميديا في الفيلم ده. اظن ان حاتم صلاح اصلا هو اللي ضحكني في الفيلم ده. واداء احمد فهمي بالنسبه لي كان اقل من العادي في الفيلم ده، اقل اداء شفته لاحمد فهمي في عمل كوميدي. ومع حاتم صلاح في مشهدين جدا كانوا حلوين جدا في الفيلم ده، مشهد السقه ومشهد حمو بيكا. مع ان مشهد السقه كان محروق لي قبل ما اخش السينما، بس لا يعني كان محروق لي ان هو مشهد جامد، بس لا لما دخلته في السينما لا المشهد ده كان جامد جدا ولازم هتضحك عليه. حافظه اسمك؟ دكتوره ولاء. وانت هتبقي حماتي. ابقى دي تخلفني. البارون هيعمل جوزك، هو ما جاش ليه؟ شكله طلع بق. سلامي سبق كلامي. فيلم عصابة الماكس فيلم حلو كوميدي خفيف لايت وما تستناش منه اكتر من كده. لو شفت الفيلم ده قول لي رايك في الكومنتات، ولو انت لسه ما شفتوش مستني ايه؟ مش قلت لك يا ماكس هتلف تلف وتيجي على حجري وانا على وضع. والفيلم التاني اللي عايز اتكلم عنه هو فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد عادل امام واسماء جلال وباسم سمرة وغيرهم. بس اكتر حاجه هتحمسك انك تشوف الفيلم ده هو انه من اخراج شريف عرفة، مخرج اللعب مع الكبار لعادل امام نفسه. وطبعا الموسيقى التصويريه لمودي امام اللي كانت خطيره على مدار الفيلم، تحس ان هو كده بيلحن الكلام مع الممثلين. والفيلم باختصار بيتكلم عن علامه مدرس التاريخ اللي بيتنقل من القاهره لشرم الشيخ عشان يبقى مدرس هناك، بس كل اللي في دماغه عن شرم الشيخ الستات والهلس وغيره، بس بيكتشف الصدمه اول ما يروح هناك. وطبعا قايل لك في اول الفيلم ان دي شرم الشيخ في 2010، لانه مش هيجيب لك شرم الشيخ دلوقتي يقول لك هي دي شرم الشيخ، لا في اختلافات كتير جدا بين ساعتها ودلوقتي. فبالتالي بيحصل لبطلنا صدمه حضاريه، هو كان جاي على حاجه ولا حاجه ثانيه خالص. هيتعامل مع كل ده ازاي؟ هو ده اللي هنشوفه في الفيلم. انت ايوه وكمان بترد عليا جاسوس. انا مش جاسوس. والاداء التمثيلي في الفيلم ده ما اقدرش اقول ان هو كان سيء، سواء من محمد عادل امام او اسماء جلال او باسم سمرة، كلهم كانوا عاديين جدا، بس هم عملوا ادوار احسن من كده بكتير جدا. ده اداء عادي واقل من العادي كمان، مش سيء بس لا فعلا كان في احسن من كده. والفيلم ده مش لكل الناس، يعني انت مثلا مش داخل تشوف فيلم سينما وعمق وكوميديا عميقه وكوميديا مش عارف ايه، لا الفيلم ده مش ليك. وحتى لو داخل فيلم كوميدي عايز تضحك فيه وصريخ ضحك برضه الفيلم ده مش ليك. وليه بقول لك كده؟ لانك اول نص ساعه في الفيلم انت مش هتبقى مهتم خالص انك تكمل القصه دي، انما لو معاك عيال صغيره ممكن يكملوا القصه عادي جدا، لان الفيلم بيتكلم عن اهميه التاريخ والتعليم وغيره. يعني لو انت رايح بولادك مثلا او ولاد اختك او ايا كان ممكن تسيبهم يتفرجوا وتطلع تجيب فشار مثلا عادي خالص، مش هيأثر في تجربه المشاهد. وده بالنسبه لي واحد من اقل افلام محمد عادل امام، لا هو عمل افلام احسن من دي بكتير. نهايتك جرب وتعلم. روح لحالك يا ابو مخزوم، ولا هتقوم حرب بيننا وبينك. اذا هي الحرب. لا علم بتاع زمان ما. فيلم اللعب مع العيال فيلم كوميدي تقدر تاخد ولادك ولاد اختك ولاد اخوك وتروح تتفرج عليه، غير كده انت مش هتستمتع بالفيلم ده. وعلى فكره افلام العيد معظمها كده، فيلم اهل الكهف، فيلم عصابة الماكس اللي لسه متكلمين عنه، الفيلم ده كلهم كان ادائهم من عادي لمقبول ما عدا ولاد رزق، عشان الصرف اللي كان فيه والقصه اللي كانت فيه والبلوت توست اللي كان فيه. بالنسبه لي احلى فيلم في العيد السنه دي، بس اداء الافلام في العيد السنه دي ما كانتش احسن حاجه بصراحه. لو عجبك الفيلم قول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تقول لي ايه اكتر فيلم عجبك في العيد السنه دي. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام.